توفي طفلان بريف الحسكة، صبيحية، ريف الرميلان، الحسكة وأحيائها ومعظم الأرياف تعرضت لغرق كتير كبير. فيضانات شملت العديد من القرى والبلدات، أدى لخسائر كتير كبيرة في منازل المدنيين. المياه وصلت لارتفاع أكثر من 60 سنتيمتر. الناس ما عيدت ولا عرفت أشي يعني العيد. وحاليا الجو ما بيوقف أبدا، عاصفة وراها عاصفة، وأمطار تخلفها أمطار، والناس ما بتعرف وين تروح. نداءات استغاثة لكل الناس ولكل السوريين القادرين انه يساعدوا اهالي الحسكة، فيتوجهوا باتجاههم. مراكز ايواء، مدارس، مساجد، اي شيء، مواد اغاثية، بعض المواد اللوجستية اللي بتساعدهم على تخفيف وطأة البرد. الجو ما بيوقف من حالة البرد، لذلك اهلنا في الحسكة عم ينادوا وبيستغيثوا، وبنداءات تدخلات من الحكومة انه تتدخل بشكل فعلي وحقيقي لانقاذ هاي الناس. كارثة هي حقيقية اكيد، ولا يمكن ايقاع اللوم على احد، ولكن التقصير بيضع اللوم في مكانه على كل انسان وعلى كل حكومة وعلى كل سوري قادر يقدم شيء لهي الناس. الحسكة كانت تلبي النداء باتجاه عموم سوريا وقت يحتاجها النداء، اما باغاثة، بزلزال، بمواقف حرجة، بمواقف سياسية وغيرها، كانوا حاضرين بكل مكان. ولكن الوضع والفقر والحال اللي تعرضوا له من الانتهاكات اللي عم يعيشوها حتى هاي اللحظة من قبل قسد. كلياتنا بنعرف انه حدود سوريا ما هي مغلقة، وميليشيات قسد وخلاياها ما زالت متواجدة ومستمرة وبترتكب انتهاكات بحق المدنيين. لهيك فينا نقول انه الحسكة تعيش واقع قهر، واقع مظلومية على جميع المستويات، ولكن الدولة السورية ما نسيتها. الواقع بيفرض نفسه. الثمن الغالي اللي عم تدفعه الحسكة وريفها وعم تدفعه منطقة الجزيرة هو نتاج نهب أموال الشعب السوري من قبل ميليشيات قسد، وتسخيرها بالأنفاق، وتسخيرها فيما يضر الشعب السوري. ما كان في لها أي خدمات. نتاج هاي السيطرة الكاملة على مدى سنوات طويلة أنتجت غرق، أنتجت خدمات صفر، أنتجت وفيات بحق المدنيين.